غياب شبه كلي لمراقبي ممثلي الأحزاب السياسية في تشريعيات 2017 عن مراكز الاقتراع، حتى وإن وجدوا فهم خارج التغطية. واسم رئيس الحزب؟ والله ما على بالي. تمثل الحزب ما بالكش؟ النوادر. وليد النوادر اسمه يشعر شايف اسمه بلال. تصرفات جعلتنا نتساءل: من يراقب؟ من يشرف على نزاهة الصناديق؟ ولماذا تستعين الأحزاب بهم؟ صباح الخير خويا. ما تصورينيش اختي معليش. مسعلك تعيط. يا انا كيفاش جيتيني معليش. ما تزعلش. ما نعرفش اسم الحزب اللي نمثلو، رئيس الحزب خاطيني والله ما نعرفه، المهم نخلص. هي التصريحات التي أدلى بها بعض ممثلي الأحزاب المتواجدين في مراكز الاقتراع، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن كلمة مناضل في حزب سياسي صار بالإمكان استبداله بعامل يومي. أنا جيت نخدم يا الأخت، جيت نخدم وصاير. ما يهمنيش. علاش يهمنيش؟ لازم تكون تعرف اسم الحزب لك تمثل. نورمال جيت نخدم، عيطوا لي نخدم وهذيك هي. ما شفتوش كاع والله ما على بالي اسمه كاع. ما على باليش. ما تعرفش الحزب؟ ما على باليش. راك تمثل الحزب وما تعرفش الحزب؟ واش ما نمثلش انا حزب، انا خدام انا. ما يهمنيش. واش يهمني انا فيهم؟ يهموني دراهم انا. ما على باليش. ما على باليش واش محيت. والله ما على بالي. من الصباح جيت من 8 تاع الصباح. شحال لي انايا؟ بصح انت واش داك الدور تاعك؟ تراقب. واش من الحزب جيت تراقب؟ ما على باليش. والله انت الدور تاعك أنا رئيس القسم. واسم رئيس الحزب؟ عليك والله ما نكذب عليك واسمع. تحطوا لا بيرسون في موقف شويه فوالا، باسكو على بالك بليك انا جو نسي با كوا ريبوند، نتوما راكو ديروها بالعاني. هي بعض المشاهد الصادمة التي رصدناها لكم في بعض مراكز الاقتراع بالعاصمة، وما خفي أعظم عن كواليس تشريعيات 2017. لكن صراحة والله ما نعرف.